السلام عليكم أستاذ، السلام عليكم للجميع. أنا أعتقد نبقاو مازال شوية في السلالات. السؤال ديالي وهو واش مثلا المناطق، واش كل منطقة مثلا في المغرب يقدر يكون فيهم السلالات، يكون فيه مثلا ليموزين، ويكون فيه الآخر البلجيكي، والآخر شنو هما السلالات اللي خص يكونوا. السؤال ديالي بالضبط هو الجهة ديال الرباط، شنو هما السلالات اللي كيقدروا يتأقلموا هنايا في الرباط والنواحي. واش مزيانة هذيك البلجيك، ولا كاع جميع السلالات؟ يلا شكرا. لا لا، بالنسبة للسلالات ما عندهاش واحد سميتو كل منطقة معينة خاصة بواحد السلالة. لا، هاد القضية كاينة في الغنم. يعني شي الغنم، سورتو الغنم ديالنا حنا ديال البلاد ديال المغرب، يعني حيت كاين واحد التنوع. راه كاين تبارك الله 5 السلالات هادو اللي معروفين واللي كيدار لهم تحسين النسل وهذا، وكل سلالة والمرقد ديالها. بالتالي يعني لما خرجت من المرقد ديالها كتلقى صعوبة باش تادابطا مع داك المرقد الجديد وتخدم وتعطي فيه. بالنسبة العجل حنا كندخلو العجل ديال برا، مفهوم؟ جاي من واحد الجو، جاي من واحد البيئة، جاي من واحد المناخ لواحد المناخ آخر. يعني خصو يخدم. وبطبيعة الحال المناطق النواحي ديال الرباط، ذكرتي جو بونس الرباط، نواحي الرباط بالعكس تيخدم فيها كاع السلالات، لا البلجيكي لا الليموزي لا كلشي.